السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعينا على القناة، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد وحلقة جديدة على القناة المفضلة لديكم. فضلا وليس أمرا لكل متابعينا على القناة مشاركة هذا الفيديو وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. إن شاء الله النهاردة يا جماعة نادي الأهلي معاه لقاء هام جدا مع أوكلاند سيتي في أول مباراة افتتاحية في كأس العالم للأندية. كل الدعم لفريق نادي الأهلي ومساندة النادي الأهلي بطل القارة الأفريقية. نادي الأهلي يا جماعة مصدر السعادة لجميع المصريين وليس لمنتمين نادي الأهلي فقط. نادي الأهلي مصدر السعادة، ودايما نادي الأهلي بيبقى شايل هم القارة الأفريقية على عاتقه. نادي الأهلي النهاردة ليه مباراة هامة جدا. بطلب من كل إخواتي اللي بيشجعوا الكورة بجد مساندة نادي الأهلي النهاردة. نادي الأهلي النهاردة ما بيمثلش النادي الأهلي بكيانه، ولكن بيمثل كل الفرق المصرية. رحم الله شهداء ملعب بورسعيد. النهارده ذكرى شهداء ملعب بورسعيد. يا رب النهارده النادي الاهلي يفوز ونهدي هذا الفوز لروح شهداء ملعب بورسعيد. الحاجه التانية اللي عايزين نتكلم فيها، والله مش عارف ابتدي منين. راحت فلوسك يا صابر، ده اللي انا اقدر اقوله. خازوق كبير داخل نادي الزمالك. طلع علينا امبارح المستشار مرتضى منصور وكعادته جعجاع، صوت عالي، بلطجة على جميع مسؤولي الدولة، واحنا فوجئنا ان هو راح يأيد اللعيبة بتاعته. انا مش زعلان في الموضوع ده كله غير على اللعيبة يا جماعة اللي ما تمش قيدها. ان شاء الله اللعيبة ديت هتقعد لها في البيت بتاع 5-6 شهور بسبب سوء إدارة نادي الزمالك. انت النهاردة يا مرتضى منصور راح تأيد اللعيبة بتاعتك يوم 31/1 الساعة 11:30. طب ده سوء إدارة؟ ويطلع بعد كده الناس اللي هم هزاز الرؤوس على منصة الزمالك ويقول لك اتعلم يا خطيب. الخطيب هيتعلم ايه؟ يعني انتوا شايفين ايه اللي ممكن الخطيب واداره الاهلي تتعلمه من اداره الزمالك؟ انت الراجل النهارده مصر ان انت تأيد لعيبتك علشان تدعم صفوفك في الايام اللي جايه، علشان تلاحق المنافس في الجدول بتاع المباريات اللي جاي. بتأيد لعيبتك يوم 31/1 الساعه 11:30 او قبل القيد بقفل القيد ب50 دقيقه. يعني انت على كلامك يا مرتضى منصور بتقول ان انت كنت موجود في اتحاد الكوره الساعه 11:10، يعني قبل قفل القيد ب50 دقيقه. طب انت راح تهرج؟ هو انت مش شايل مسؤوليه النادي على كتفك ليه يا جدع انت؟ هو انت ليه مش شايل هم الجماهير اللي بتشجع بروحها والوفاء والانتماء ليهم؟ انت ليه حاطط مصلحه النادي مش قدام عينيك؟ 50 دقيقه راح تعمل فيهم ايه؟ انت ما خطرش في بالك ان كان ممكن يحصل اي ظرف يمنع ان مثلا لو انت فعلا هتأيد وهتدفع فلوسك ان يحصل حاجه في السيستم وما تحطش الاولاد دول على السيستم؟ يبقى ده اسمه تهريج ولا لا؟ ولو انتوا فاكرين ان في الفيديو اللي فات لما قلت تجميد ناصر منسي ان مش هيتم قيده على سيستم اتحاد الكره، محدش صدقني من الكلام ده، لان احنا قلنا ان نادي الزمالك عليه مديونيه فيما تقدر ب50 أو 70 مليون جنيه. وعلشان خاطر ان انت تدفع الرقم ده لازم تدفع على الاقل 25% من قيمه المتاخرات اللي عليك. يعني انت على الاقل كنت هتدفع لك بتاع 17 مليون جنيه. على كلام مرتضى منصور ان بيقول ان انا دفعت شيكات ومرضوش يقبلوها. قالك ان جمال علام الراجل كان في بعثه للمغرب، او مش بعثه، في رحله ترفيهيه لمسانده الاهلي في كاس العالم للانديه، واللي كان موجود حازم امام والعطار، ومرضوش ان هم ياخدوا الشيكات. مرضوش ياخدوا الشيكات ايه؟ طب انت عارف من قبلها ان انت هتدفع نقد ايه؟ وهل الشيكات اللي انت حطيتها لحازم امام والعطار، هل الشيكات دي من الحساب اللي هو محجوز عليه بتاع نادي الزمالك؟ يعني هل الشيكات دي ساريه ولا لا، ولا فيها رصيد ولا ما فيهاش ارصده؟ برضو دي حاجه. انت ضيعت مستقبل اللعيبه. انا مش صعبان عليا في القصه دي يا جماعه غير حاجه واحده بس، ناصر منسي ومحمود شبانه واحمد بالحاج. الناس دي لحد القيد الجاي اللي هو هيكون في الصيف الاولاد دول هيعملوا ايه؟ هم الاولاد دول رقصوا على السلم خلاص. مرتضى منصور ضيع الثلاث لعيبه دول. العيال دي لا يعني رقصت على السلم خلاص، ولا اللي فوق شاف ولا اللي تحت شاف، ولا هيلعبوا في الانديه بتاعتهم ولا هيلعبوا في نادي الزمالك. انت وقفت مستقبل الاولاد دول. يعني انا مش عارف هو نادي الزمالك ليه في كل تحركاته في دوشه وفي كده نوع من اللامبالاه. تأيد لعيب دوشه، لعيب يحترف دوشه، لعيب يحصل مش عارف ايه دوشه. ده لعيبه الدرجه الثانيه في المراكز الشباب لما بتأيد اللعيبه بتاعتها ما بنشوفش الضوضاء اللي انت بتعملها.
وفي الاخر طالع تخبط هنحل اتحاد الكوره وان انا حطيت اللعيبه على السيستم. سيستم ايه؟ سيستم ايه يا راجل؟ بيان رسمي من اتحاد الكوره انه لم يقيد لعيبه الزمالك ومش هتصدر لهم البطاقات اللي هتقدر ان انت تكمل بيها الموسم. يبقى انت بتضحك على مين؟ يبقى احنا لما قلنا ان مرتضى منصور بيبيع اللعيبه بتوعه وبيبيع النادي بتوعه وكمان بيغيب جماهيره، الكلام ده مش من فراغ. انا قلت الكلام ده ومحدش صدقني. مرتضى منصور يغيب الجماهير البيضاء، محدش صدقني. لما قلت في الفيديو اللي فات ان صفقات نادي الزمالك صفقات فنكوش، محدش صدقني. فين يا جماعه؟ رحيل امام عاشور قلنا هيجي مكانه احمد بالحاج. انا اللي صعبان على احمد بالحاج ده في نفس التوقيت اللي فيه فيديو على قناه نادي الزمالك والولد مبسوط قد ايه ان هو هيلعب في نادي الزمالك، في نفس الطب واللحظه بيان من اتحاد بيقول ان لم يتم قيد اللعيبه. طب ده هيعمل ده هيقشر بصل ده ولا ايه؟ ده يشوف بقى سمسار كده ابن حلال كويس يشوف له دوري شركات في الامارات ويسوقهم. بغض النظر يا جماعه ان اللعيبه بتاعت الزمالك ما اتأيدتش، بس كان في موقف رجولي مش موقف تعنت ومؤامره زي ما مرتضى منصور بيقول من جمال علام في اتحاد الكوره، ان فعلا كده كل الانديه على صف واحد، مفيش فرق ما بين النوادي. احنا شفنا النهارده نادي الزمالك اول مره في تاريخه مش قادر ان هو يأيد اللعيبه بتاعته نظرا لوجود مستحقات عليه. اتحاد الكوره فعلا اثبت ان هو راجل ذكر يا جمال علام ان انت قدرت تتصدى لمرتضى منصور. انت قلت له بالمعنى الصحيح، انت عملت تشتمنا وعملت تهنا على قناتك، خلاص اللي ما بينه وما بينك اللوائح والقانون. احنا قلنا لازم تدفع 25% من قيمه المستحقات واحنا هنقيد لك اللعيبه، وده اللي حصل بالفعل. ما قدرتش ان انت تسدد وكمان المشكله ان مرتضى منصور يا جماعه واخد الموضوع بفتحه الصدر. هحل اتحاد الكوره وهوديك في ده يا حازم يا امام وانت عارف مين اللي جابك، وهنحل الاتحاد وهحطهم على السيستم، وهتلاقي الاولاد موجودين على موقع تراست فرق اللي هو اللي بيأيد اللعيبه وهيكون موجودين فيه وكل الكلام ده. فوجئنا بعد كده ان في بيان رسمي من اتحاد الكوره بيقول ان هو لم يتم قيد اللعيبه. اتحاد الكوره فعلا اثبت لجميع المصريين ان هو على مسافه واحده من جميع النوادي. الغريب في الامر تدخل وزير الشباب. انا مش عارف مسانده وزير الشباب لنادي الزمالك النهارده دي اتحط تحتها 100 خط. يعني النهارده لما مرتضى منصور ما يعرفش يأيد اللعيبه بتاعته ويكون في تدخل من وزير الشباب يقول لهم يا جماعه ايدوا اللعيبه والفلوس انا هدفعها من جيبي الشخصي لحد ما الشركات الرعاه يبعتوا الفلوس. طب انت جيبك الشخصي ليه؟ وجيبك الشخصي فيه 17 مليون. انا مش فاهم فيه ايه يا جماعه. انا مش عارف ايه المسانده وايه اللي بنشوفه من وزير الشباب واصراره على وقوفه في ظهر نادي الزمالك بالاخص. هل لو في نادي من نوادي الدرجه الثانيه تعثر في ان هو يقيد لعيبه، هل انت وزير الشباب هتكون في ظهره زي ما انت في ظهر نادي الزمالك؟ ده سؤال محتاج ان حد يرد عليا فيه يا جماعه. النهارده ان شاء الله يا جماعه مش عايزين ننسى لقاء الاهلي واوكلاند سيتي، هيكون في تمام الساعه 9 بتوقيت مصر. هيتم اذاعه المباراه على قناه SSC. القناه دي مشفره، مش هتكون قناه مفتوحه. في قناه مغربيه اعلنت ان هي هتذيع المباراه. في حين الوصول ومعرفه القناه هنقولها لحضراتكم. كل الامنيات لفريق الاهلي بالفوز في هذه المباراه. لكل محبي القناه مشاركه الفيديو فضلا وليس امرا وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.